الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نتكلم في 4 مواضيع النهارده، من مواضيع مش بعيدة، مواضيع قريبة في الأحداث اللي احنا بنتكلم فيها دي، بس نحاول نلفت نظر الناس عشان يبقوا الناس معانا في الأحداث وفاهمين وشايفين الدنيا فيها ايه. نتكلم عن موضوع الشريعي بتاع رئيس نادي إنبي، نتكلم على فضيحة اتحاد الكورة، ونتكلم على فتوح موقفه ايه، احمد فتوح بتاع الزمالك موقفه ايه، ونتكلم على النادي الاسيوطي اللي هو بيتكلموا كتير اليومين دول وشامين نفسهم مش عارف ليه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم في بداية الشريعي ده عمال ينط من القناة ديت للقناة ديت للقناة ديت، وانا هعمل، وانا هبقى رئيس الرابطة، وانا هبقى مش عارف ايه، وانا هجيب تجمع الانديه كلها وهمضيهم على ورقه وهعمل ايه يا عم انت؟ كل دوت عشان يقف قصاد الاهلي، يقول لك عشان الاهلي ما ياجلش، هنمضيه على ورقه ان هو لو لعب بره في البطوله ديت ما ناجلوش، ولو لعب في البطوله ديت ما ناجلوش. في ايه يا عم؟ ده حق في اللائحه بيقول الكلام ده، ان انا لما ليا تاجيل ليا حق اخده. كون ان انت ما بتعرفش تطلع وما بتعرفش، انت بتبيع لعيب زي اللي بيبيع خضار كده. الخضار ده القوطه كده غليت، يقوم بايع له 2 لعيبه، رخصت يقوم مخلي اللعيبه جنبه. هو انت بتعمل كده يا شريعي. المهم راح وافتكر ان الانديه طبعا كلهم هيقفوا جنبه، طبعا الانديه كلهم ادوله بالكف، وفوجئ ان الخطيب حضر الاجتماع بتاع لجنه بتاع الرابطه طبعا، وهو قام منسحب على طول بدون ان يحس. محدش طبعا حاسس بيه اصلا. الشريعي دوت ملوش وزن في وسط الانديه. رؤساء الانديه كلهم فطاحل، مين الشريعي اللي هيبقى في وسطهم؟ مين الشريعي؟ طبعا بحضور الخطيب قام منسحب، طبعا ما حدش حس بيه ان هو مشي. ده انا بتكلم في حاجه بسيطه على الشريعي، ان هو كل واحد لازم يعرف موقعه، ولازم يعرف مركزه، ولازم يعرف ترتيبه بوسط الناس. انت طبعا انت يا شريعي هتقيس نفسك زي مصلحي؟ لا يمكن طبعا. هتقيس نفسك زي النادي الاهلي؟ لا يمكن طبعا. هتقيس نفسك زي حسين لبيب؟ لا يمكن طبعا. هتقيس نفسك زي بتاع بيراميدز؟ لا يمكن طبعا. بس انتوا ممكن تجتمعوا مع بعض على ان انتوا تبقوا ضد النادي الاهلي، وده اللي ربنا مش هينوله لك يا شريعي، ولا هيمشيك بحاجه انت تتمناها. يكفي ان انت بتبيع لعيبه وتقول لك انا ليا عند الاهلي وليا عند الزمالك، والفرصه اللي جت. انت لو عندك ضمير صاحي وضمير كويس ما كنتش تعمل كده في نادي الزمالك. كنتش تعمل ان انت تضحك عليهم كده في العقود اللي انت عملت ضحكت عليهم في لاعب وضحكت عليهم في التاني. بس برضك ده وندل دوت ان مجلس اداره مش كويس، ما بيحبش النادي بتاعه، كل واحد فيهم بيحب نفسه. نتكلم عن فضيحه اتحاد الكوره. اتحاد الكوره طبعا هو عمل ماتش الاهلي وجرماهيا ان هو يستلم البطوله. طبعا هو عمله متاخر، ما كانش عارف يسلم الاهلي ازاي البطوله، ما كانش عارف يعمل ايه، لان هو كان في الموسم اللي فات كانت الدرع بتاع الدوري جاي جديد، واول مره ونسخه جديده وجاي يتعمل، فجاي مطبوع عليه الاسيوطي فدوت، والاهلي قام مديهم على عينيهم كلهم وخد البطوله. فده طبعا عمل لهم حسبة بيرما، مش عارفين يتصرفوا، مش عارفين يشطوا باسم الاسيوطي ازاي من على البتاع. طبعا فتاخر بره على بال ما يشطبوا ويعملوا اسم النادي الاهلي تاني. ده طبعا خلى جمهور الاهلي يسال ليه الاهلي ما استلمش البطوله الدرع، خلى جمهور الانديه الثانيه، ومع ان الانديه الثانيه كانت بتتمنى ان الاهلي ما يستلمش الدرع، ما كانوش عاوزينه انه يستلم الدرع، بس ربنا كسفهم وقال لك هيعمل الماتش جرماهيا هو تسليم الدرع. بعد نهايه الماتش هيسلموا الدرع في استاد القاهره. طبعا دوت يعني عامل مغص لبعض الجمهور ومغص لبعض اللعيبه، بدليل ان هو قنوات في دبي وقنوات في السعوديه اشتروا الماتش واشتروا الاحتفال، لان هو احتفال هيبقى احتفال كبير قوي.
باحتفال ببطل افريقيا، ببطل الشرق الاوسط كله، ببطل نص العالم كله، وخلي الناس تتحرق وخلي اعصابها تتحرق وخليهم كده عندهم عدم فهم. ده نادي بتاعنا، نادي اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في الدوله المصريه بتاعتنا، ليه بنهده؟ انا ما نعرفش ليه بنهد النادي الاهلي، ليه احنا بنعمل معاه كده؟ ما تعرفش ليه بنعمل معاه كده. الزمالك عمال يجيب لعيبه، منين انت يا زمالك بتجيب لعيبه وانت مديون ب 100 مليون جنيه للنادي لاتحاد الكوره؟ اتحاد الكوره ايد لك اللعيبه بتاعتك ازاي؟ اتحاد الكوره قدم اللائحه. انت المفروض انت لما بتيجي تشترك في دوري في بطوله افريقيا لازم الاتحاد الكوره يقول ان دوت معلهوش ديون. ازاي الاتحاد عمل الكلام دوت وانت مديون ب 100 مليون جنيه؟ دي فيها اقاويل ولازم فيها ناس تتحاسب ولازم القانون. بس القانون احنا هنقول القانون لاصحاب القانون، هم اللي يتصرفوا في القانون وهم اللي يحسبوا الكلام دوت. نتكلم في موضوع فتوح. احنا كلنا قلبنا مع فتوح. هو لاعب غلط، هو لاعب، بس نحاسبه بالقانون، ما نحاسبوش بازية من القانون. اللي بيتعامل معاه ده القانون، ما بيتعلمش. هو مواطن مصري، مفيش حاجه اسمها هو لاعب، مفيش حاجه اسمها الكلام دوت. هو مواطن مصري. لو واحد مواطن مصري كان عمل الحادثه ديت كانت شبح في الدوله بالقانون، انما هو عشان لاعب ابو الفتوح، اسمه ابو الفتوح، طبعا الكل واقف جنبه والكل طبعا مطيرين عليه والكل خايف عليه، ونادي الزمالك رايح يأيده في البطوله. هو ده يا جدعان مش قتل واحد؟ هو ده يا جدعان مش المحكمه حولته للطب الشرعي واثبتت ان هو بياخد مخدرات؟ فين اتحاد الكوره من الكلام دوت؟ ازاي هيتأيد دوت في بطوله افريقيا وبطوله الدوري؟ فين اتحاد الكوره من الكلام ده؟ فين لجنه الانضباط؟ هي لجنه الانضباط كانت على كهربا بس؟ لجنه الانضباط ما شفناهاش اما مدرب الزمالك زق الحكم. لجنه الانضباط ما شفناهاش اما دونجا عمل فعله الفاضح مع زيزو. ما شفناش لجنه الانضباط. بس لجنه الانضباط كانت حاميه قوي على كهربا، اديته وقف 8 مباريات واديته غرامه بكام مليون. في ايه؟ فين القانون يا جدعان؟ فين اللوائح؟ الناس بتاعت اللوائح تتكلم وتقول الكلام دوت ده رايح فين وجاي منين، انما الكلام اللي بيحصل دوت ما ينفعش. ليه؟ ازاي ابو الفتوح يلعب ماتش وهو لجنه الانضباط ما اتدخلتش؟ ازاي ابو الفتوح يلعب ويتسجل وهو في المحكمه بتقول ان دوت مدمن مخدرات؟ ازاي ابو الفتوح يلعب وهو عليه جريمه لسه ما اتحكمش فيها، لازم يتحكم في الجريمه؟ ازاي يلعب وكل الكلام ديت وفل؟ ايه يا وزير يا شباب والرياضه؟ هتتدخل امتى؟ هتتدخل قانونا امتى؟ ولا ده عشان نادي الزمالك؟ نتكلم عن الاسيوطي. الاسيوطي في اخر نسختين من بطوله الامم الافريقيه هو اللي اشترك فيهم بدل الزمالك، يعني شال الزمالك من مطرحه. الاسيوطي بياخد ماتش مطرح الزمالك بطريقه. المهم ان الكلام دوت عاجب جمهور الزمالك، مش عارف ليه الناس دي بتفكر ازاي. واحد بياخد مطرحي وانا عاجبني وعمال اسقف له؟ ازاي؟ ده انا بروح اشجعه في مبارياته عشان وهو بيلعب قصاد الاهلي؟ ازاي؟ انتوا يا جدعان فوقوا يا جدعان، ما ينفعش الكلام كده. انا ما بقولكش اقف جنبي، ما بقولكش، بس اقف دافع عن ناديك. وبعدين في الاخر انتوا بتحطوا على الاهلي. الاهلي كبير، الاهلي كبير من يومه، من اول ما طلع كبير. الله، الاسيوطي دلوقتي بقى يتقال عليه ماتش الاهلي والاسيوطي، انا مش هقول عليه اسمه التاني عشان الناس بتقول الاسيوطي، انا مش هقول عليه اسمه التاني. الاسيوطي بقى يتقال عليه مباراة القمة بين الاهلي والاسيوطي. خد مطرح الزمالك. الاندية بقت تفضل بعد النادي الاهلي الاسيوطي، ما بتروحش الزمالك. كانت الاندية بتقول لك الاهلي، ما فيش الاهلي نروح الزمالك، بتفضل الزمالك. ده بقى الاهلي، ما فيش الاهلي نروح للاسيوطي عشان الاسيوطي بيدفع معاه فلوس، بيدفع والجمهور عمال يسقف والجمهور بتاع الزمالك عمال يطبطب على الاسيوطي.
يا جدعان دوروا على نفسيكم، انتوا لغايه امتى؟ بس انا برضك عزانا الوحيد ان الجماهير، انا ناس بالتفكير ده انا هقعد اتكلم معاهم ولا هقعد افهمهم ازاي؟ ده تفكيره عقيم، ما بيعرفش يفكر لمصلحته، ما بيعرفش يفكر لنفسه. لازم تفكر لنفسك ولازم تفكر لمصلحتك. ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.